بنين كادت تشتعل لولا تدخل الجارة النيجيرية. قصة انقلاب فاشل ينضم إلى سلسلة انقلابات دول غرب إفريقيا. في الساعات الأولى من صباح الأحد اهتزت بنين على وقع بيان مفاجئ بثه عدد من الجنود بعد اقتحامهم مقر التلفزيون الرسمي. ظهرت مجموعة تطلق على نفسها اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس، وأعلنت قرارها بعزل الرئيس باتريس تالون وحل الحكومة بالكامل. لم يستمر البث طويلاً، دقائق فقط وانقطعت الإشارة، لكن الشرارة كانت قد اندلعت بالفعل. في العاصمة كوتونو كانت الحكومة تتحرك في سباق مع الزمن، فأرسلت على الفور طلبين عاجلين لجارتها نيجيريا، الأول للسيطرة على المجال الجوي وحماية المؤسسات، والثاني للتدخل البري والمراقبة وإعادة النظام قبل أن تتفاقم الأزمة. الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تلقى طلبات بنين ووجه بتحليق الطيران النيجيري فوق أجواء بنين وإحكام السيطرة عليها لحماية النظام الدستوري وضمان أمن السكان. ثم تحركت القوات البرية بأوامر مباشرة للتدخل تحت سلطة بنين في خطوة حاسمة قلبت موازين الأمور. ومع الانتشار النيجيري السريع تراجع الانقلابيون الذين لم ينجحوا سوى في خطف دقائق من بث التلفزيون الرسمي. عادت الإشارة للتلفزيون واستعاد النظام سيطرته، وباءت محاولة الانقلاب بالفشل. محاولة انقلاب بنين لم تكن حدثاً معزولاً، بل حلقة جديدة في سلسلة انقلابات تهز غرب إفريقيا. قبلها بأسبوعين فقط شهدت غينيا بيساو انقلاباً أعلن خلاله ضابط في الجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق عمل مؤسسات الدولة. وفي السنوات القليلة الماضية شهدت غرب إفريقيا سلسلة انقلابات حاسمة ومؤثرة، شهدناها في بوركينا فاسو عام 2015، وفي زيمبابوي عام 2017، وفي مالي عام 2020، ونتشاد عام 2021، ومالي مرة أخرى في نفس العام، وغينيا أيضاً في العام نفسه، ثم بوركينا فاسو مرتين في عام 2022، ثم النيجر والجابون بعدها بعام. وبرغم نجاح محاولات ووأد أخرى، فإن تنامي الانقلابات في غرب القارة هو نتاج تفاعل طويل بين إرث ديكتاتوريات سابقة وأزمات سياسية واقتصادية عميقة، وحكومات لم تتمكن من مداواة اختلالات تراكمت عبر العقود.